المطعم اللي انا فيه دلوقتي ده بيقول لك عامل قلق في صينيه عامله 1000 جنيه، فيها 4 حمامات ونص كفته ونص فرخه وربع سجق وربع طرب وطاجن ملوخيه ورز وسلطه وطحينه ورقاق باللحمه، وده كله ب 1000 جنيه. تعالوا شوفوا الموضوع ده في ايه. ودي الصينيه ام 1000 جنيه اللي انا قلت عليها في اول الفيديو. بصراحه انا كنتش مصدق، بس لما شفتها صدقت. وزي ما قلت لكم طبعا ان الصينيه فيها 4 حمامات، فيها نص كفته، فيها ربع سجق، فيها نص فرخه، فيها رقاق باللحمه، فيها ملوخيه وكمان سمبوسك ورز وسلطه وطحينه وبابا غنوج. وطبعا كل الاصناف دي زي ما انتم شايفين، بصراحه انا شامم الريحه متشوق جدا للتجربه واشوف فعلا ال1000 جنيه اللي هيروقنا ده. وانا هبدا معاكم اول حاجه بالحمام، ونبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده. شايفين الدخان؟ حاجه سخنه بطريقه بشعه، انا ايدي اصلا هتسيح. لا، في ريحه هنا جامده، مش عارف يعني توابل دي ولا ريحه الحمام نفسه. بصراحه خلينا نشوف. اولا انا هبدا بالرز الاول عشان انا بحب رز الحمام بعيد عن الحمام نفسه. قول بسم الله الرحمن الرحيم كده. مبدئيا الرز طعمه حلو. لو انا اشتريت 4 حمامات من دول بره هشتريهم بثمن الصينيه دي، لان بصراحه الحمام ده فريش قوي يعني. بصراحه انا لحد دلوقتي مش مقتنع ان الصينيه دي ب 1000 جنيه. وبعد ما خلصنا طبعا الحمام نبدا ندخل على الكفته. قول بسم الله الرحمن الرحيم. كفته بلدي عادي جدا، تحس ان اللحم بتاعها صافي. ندخل بقى على السجق البلدي بتاعهم. نقول بسم الله. التتبيله بتاعته حلوه صراحه، تتبيلته حلوه وطعمه خفيف. ندخل بقى على الطرب بتاعهم. الطرب بتاعهم شكله بيقول ان هو لذيذ، مفيش فيه دهن كتير يعني، مش مدهن. الطرب تحس انه واخد طبقه صغيره بس من الدهن. ايوه فعلا، انا قلت اللي انا قلته صح فعلا. شايفين الطربه كلها لحمه، مش زي ناس كتير قوي تلاقي الطرب كله مدهن وكله دهن. صراحه ده طرب مميز، انا نفسي بحبه. نبدا ندوق بقى ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبقه الدهن بتاعته خفيفه قوي، ده مخليها في حته ثانيه. نبدا بقى ندخل على الرواية باللحمه اللي انا من اول الفيديو ايدي عايزه تروح عليه عشان اجرب القشطه اللي هي فوق دي. قشطه يعني سمنه بلدي، يعني الدنيا كلها في بعضها سمنه بلدي وكلها عيله واحده. ونقول بسم الله. والله بيتي 100%. ندخل بقى على السمبوسه. انا شايف ان شكلها مميز جدا، بس انا عايز افتح اشوف ايه اللي جوه. جبنه محشيه جبنه. بسم الله الرحمن الرحيم. طعمها هايل جدا، زي السمبوسك اللي بنشوفها في اي مطعم عادي، مش مميزه بس كويسه. دي بقى الملوخيه بتاعتهم. العرق بتاعها حلو طبعا ومش خفيفه. بدوق بقى شويه كده اقول لكم طعمها عامل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ملوخيه عاديه جدا بس طعمها كويس ومتقنه شويه. وبعد ما دوقنا كل حاجه في الصينيه، احب اقول لك ان الصينيه دي قيمه مقابل سعر. يعني ب 1000 جنيه دول انت ممكن تجيب بيهم ال4 حمامات دول بس. معاك نص كفته، معاك نص فراخ، معاك ربع سجق، معاك ربع طرب، معاك ملوخيه، معاك رواق باللحمه. ده كله مجانا على الصينيه. المحل ده يا جماعه اسمه عوف، موجود في حدائق القبه. هسيب اللوكيشن بتاعه عندي في التعليقات تحت. وعنده صينيه كمان عامله 500 جنيه فيها كيلو كفته وفيها فرخه مشويه، اللي هي قدام حضراتكم دلوقتي دي. الصينيه دي عامله 500 جنيه. بصراحه برضو قيمه مقابل سعر. وعلى فكره ده طلع عرض، والعرض ده ساري لنص شهر واحد. يعني اللي هيجي قبل نص شهر واحد هياخد الصينيه دي زي ما قلت لكم ب 1000 جنيه. احلى مسا عليكم واشوفكم في فيديو جديد.